سيدنا محمد النبي الأمي ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سيادة اللواء سماح حمدين محافظ بورسعيد، أهلا وسهلا بسيادتك في مؤتمر عمال بورسعيد. اسمحوا لي بالأصالة عن نفسي وزملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة أن أنقل تحيات عمال مصر جميعا إلى شعب بورسعيد الأبي الصامد المناضل، شعب البطولات، رمز الوطنية المصرية. نحن هنا اليوم في بورسعيد لكي نتبحث سويا في كافة القضايا التي تهم العمل والأمة. الهدف الأساسي من زيارتنا إلى محافظات الجمهورية مش هو إن احنا نتسامر ونحكي حواديت، لا. أمال مصر عانوا كثيرا قبل 25 يناير و30 يونيو وما زالوا يعانوا حتى الآن. عمال مصر كانوا وقود ثورة 25 يناير بإضرابات غزل المحلة في 6/12/2006. عمال مصر هم اللي تغول على حقوقهم أناس كثيرين متمثلة في الرأسمالية المتوحشة قبل 25 يناير وبعدها. عمال مصر من اليوم والأمس لن يسمحوا لأي فرد أن ينتقص من حقوقه. جئنا اليوم إلى بورسعيد لنعلنها صراحة: يا عمال بورسعيد، استعدوا لساعة الحسم والنضال، فهناك من يتربص بحقوقكم التي اكتسبتوها من ثورة 23 يوليو 52 بقيادة ابن المصر البار الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. أقولها بملء فيه أننا تحررنا من كافة قيودنا وأصبح قرارنا من رأسنا، ولن نسمح لأي فرد أيا كان موقعه في هذا البلد أو أيا كان منصبه أن ينتقص من حقوق عمال مصر. وأقولها من هنا من بورسعيد: يا عمال مصر، أنتم في خطر حقيقي. ما زال البعض يتربص بحقوق